طفلة بعمر الورد ماتت من الجوع. اقدر اخذ والطنيان يقام. ليش فرحتي قلبي؟ ليش خليتي بنيه بعمر الولد ادفنها بالتراب؟ لك ليش؟ ايش قلت لربك؟ ايش قلت لربك تحبسها بالشربايه؟ لك ليش؟ بس ما ماتت وحدها، مات الضمير وياها. راح احكي وياكم مو كاعلامي ولا كمحامي ولا كواحد حافظ القانون ويفهم شنو يعني جريمة القتل، ويفهم انه احيانا الجريمة تصير مو بس بالايد، تصير بالسكوت، بالاهمال، بالتخلي عن الواجب. اليوم نحكي عن طفلة شهيدة ماتت من الجوع، مو بالحرب، مو بكارثة، لا، ماتت داخل بيت وأمام أبوها وعلى نظر زوجة أبوها. الطفلة ما كانت تعاني من مرض، ما كانت بحالة مستعصية، بل كانت هي ضحية امتناع مقصود عن الإطعام. والأب حسب قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل مكلف شرعا وقانونا ونفسيا بتوفير المأكل والمأوى والحماية، لكن اللي صار انه الزوجة مارست فعل يعتبر تعذيب نفسي وجسدي مستمر، والأب كان شريك بالسكوت وشريك بالتجويع وشريك بالقتل. القانون العراقي يعاقب على القتل العمد بالمادة 405 والمادة 410 واضحة وصريحة، وتنص من اعتدى عمدا على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد منه ذلك قتله ولكن أفضى إلى موته، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، وتكون العقوبة سجن مدة لا تزيد على 20 سنة إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار أو كان المجني عليه من أصول الجاني. هاي تنطبق على هذا الموضوع اللي بدنا نحكي به. ويعتبر الامتناع عن الفعل مع العلم بالعاقبة وهي القتل، يعني إذا الشخص عنده قدرة يوقف الموت وما سواها فهو قاتل. شنو نسمي الأب اللي شاف بنته تضعف تنحف وتتألم وما مد إيده؟ شنو نسميه وهو ساكت مشارك متفرج؟ لا، نسميه قاتل. البنية ماتت موته مو صدفة، بعد 21 يوم من التجويع والإذلال والحرمان من أبسط حقوقها. قانون يسمي هذا قتل مع سبق الإصرار وبالاشتراك المعنوي مع الطرف الثاني المجرمة زوجة الأب. هاي الجريمة بها عنصر ثالث أخطر وهو سكوتنا، سكوت المجتمع. الجيران إذا شافوا وسكتوا، الأم إن كانت موجودة وسكتت، الكل يتحمل مسؤولية مدنية وأخلاقية. هنا ما نحكي عن عتاب، نحكي عن دعوة نطالب والدة الطفلة الشهيدة بتحريك دعوى قتل عمد بحق الأب وزوجته الثانية المجرمة، تطبيق نص المادة 410 و405 من قانون العقوبات العراقي باعتبارها جريمة قتل مشددة، واعتبار الجريمة ذات طابع وحشي يمس الطفولة، وتسجيلها تحت بند الجرائم الماسة بالنظام العام. إلزام الدولة بتوفير مأوى وحماية للأطفال المحرومين من الرعاية وفق قانون الأحداث المعدل. كل دمعة نزلت من عين هاي البنية الشهيدة شهادة على مجتمع ساكت، كل تنهيدة جوع كانت استغاثة قانونية ما حد سمعها. وأنا كمحامي ما أريد بس حكم قضائي، أريد رد اعتبار للعدالة، أريد نوقف ونقول الطفولة خط أحمر والسكوت عن الجريمة هو أكبر جريمة مع فائق الاحترام.